بكم مشاهدينا، واحنا لسه في الشهر الاول من السنه. ناس كتير قوي بتكون حاطه اهداف نفسها تتحقق طول السنه، بس جربت الحكايه دي مثلا السنه اللي فاتت وممكن تكون مفيش اي حاجه اتحققت. ليه بقى ممكن اهداف لناس معينه تتحقق وفي ناس تانية اهدافها مش بتتحقق؟ هنعرف اسرار كتير ازاي نحقق اهدافنا والفرق ما بين الهدف والنيه والرغبه وحاجات كتير من خلال لقائنا والاستاذه اللي منورانا النهارده الاستاذه هديه محمود، باحثه في علوم الطاقه ومدربه التنميه البشريه. اهلا بيكي معانا. نعرف بقى في البدايه ليه ناس كتير ممكن تكون حاطه اهداف في اول السنه او حتى من السنه اللي قبليها واللي قبليها كمان ومش بتتحقق. هو قبل ما ابدا في موضوع الاهداف انا حابه بس في الاول بما اننا بنتكلم في موضوع الاهداف اقول ان انا بجد مبسوطه ان انا معاكم النهارده، لان انا من اهدافي ان انا اساعد الناس وان انا افيدهم باكتر معلومات. فطبعا البرنامج ساعدني في تحقيق جزء من هدفي طبعا. حلو قوي. طيب دي بدايه فدي للاهداف بالظبط. حلو قوي، احنا اللي بنشكرك انك منورانا النهارده. وطبعا ابدا بنيه، لان كل حاجه بنبداها بنيه بتبقى كويسه. بنوي لكل المشاهدين ان هم ان شاء الله يحققوا اقصى استفاده ممكنه معانا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله، ونيه جميله باذن الله. ان شاء الله حبيبتي. ليه ما بنحققش اهدافنا؟ طبعا ما بنحققش اهدافنا لاسباب كتير جدا. طبعا مش زي ما الناس متوقعه عشان حال البلد ولا عشان خاطر الظروف ولا لا خالص. الاسباب كلها داخليه او ناس حواليا بتضايقني او كده، يعني دايما بنحط على شماعات. من ضمن الستبس اللي هنتكلم فيها عشان تحقيق الاهداف ان احنا ننفصل عن الغير، عن الاخر اصلا عشان خاطر احنا ما تحققش اهدافنا، لان اولا احنا مش فاهمين الموضوع من اوله ازاي اساسه. احنا بنتصنف لثلاث فئات. اول فئه ناس عايشه حياتها النهارده زي بكره زي بعده، ودي خلاص حياتي وتمام وانا راضي بيها وخلاص زي ما هي. في بقى ليفل اعلى، الناس بدات يبقى عندها وعي شويه، بدات تقول انا احط اهداف واشتغل عليها بس، وتعمل طبعا خطوات وتبدا فيها، بس مع الاسف بتيجي في الاخر وتلاقي الهدف مش بيتجلى. طبعا بيجي لهم احباط، ومع الاسف بينزلوا للليفل اللي تحت ويقولوا لا، وتجي لهم حاله لا مبالاه. سبب اللامبالاه ان هم بيبصوا يلاقوا مثلا اوقات ان الهدف بتاعهم يتجلى لحد في محيطهم، قريبتها صاحبتها. طب وفيها ايه الخير يعني يعم على الجميع؟ ما هو المشكله انها بتبص للطريقه اللي جالها بيها الهدف. عندها واسطه، فهي بتركز هنا. فتحبط بقى وهكذا. وانا ما عنديش وخلاص مش هينفع. كل ده برضو تركيز على اللي بره. ايوه. تاني حاجه، تالت حاجه طبعا الليفل التالت اللي احنا النهارده ان شاء الله عايزين كل الناس تطلع له، سواء الاول او التاني. الناس اللي عارفه اهدافها، عارفه خطواتها، في الاخر بتتجلى ليها كل اهدافها. فالنهارده ان شاء الله عايزين نشوف مع بعض ازاي نوصل للليفل ده. تمام. نوصل له ازاي بقى؟ نوصل له ازاي بقى؟ عندنا خطوات كتير، معظمها داخلي طبعا. اول حاجه اليقين. لازم يبقى عندنا يقين بالله. طبعا كل الناس عندها يقين بالله، واثقه في الله وكل حاجه، بس بتجيلنا او كل الناس هتقول لك انا عندي يقين طبعا بالله. مليون في المية. وكلنا فعلا عندنا يقين في الله. بس هي المشكله لحظه عدم تجلي الهدف بتخدنا شويه. خلينا نرجع سنه، تلاقينا نبدا نقول اصل لو كان عندي واسطه كان ممكن يحصل. اصل لو حال البلد افضل من كده كان ممكن يحصل. الناس بتبدا تدور على حاجات ماديه توقف عليها الموضوع، لكن الموضوع الحقيقه مش كده. ربنا قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما. يعني كل الناس مسخره لينا، كل الظروف مسخره لينا، كل الاحداث اللي بتحصل في حياتنا مسخره لينا من ربنا، مش العكس. مش العكس. لو احنا اصلا متزنين من جوه، لو احنا متظبطين، ربنا هيسخر لنا كل الاحداث دي لخدمتنا. حد يقول الموضوع يعتقد ان هو جانب ديني وروحاني والعبادات وان انا اقرب من ربنا واقرا قران. طبعا كل ده شيء جميل. بس الدنيا للناس كلها. الدنيا مش لفئه معينه. اللي هيجتهد، اللي هيشتغل على نفسه، اللي هيظبط الداخل عنده هيوصل لاهدافه. هيتم تسخير كل حاجه ليه. كل حاجه ليه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لازم اكون عندي ثقه في نفسي. طبعا تعلقنا بالبيئه اللي حوالينا والافكار والمعتقدات اللي بتبثها في دماغنا وعقولنا بدات تفقدنا احساسنا بنفسنا وثقتنا في نفسنا. الناس بدات تهتز من جوه، اصل انا ما معيش، اصل انا ما عنديش، اصل انا ظروفي وحشه. بدا يحس ان هو بيستمد ثقته بنفسه من البيئه المحيطه، من رضا الناس عنه. يعني برمجات بقى للاسف بتبقى برمجيات جايه فعلا من البيئه. وطبعا معتقدات قاعدين بنعتنقها بنتوارثها عبر الاجيال. طبعا كل ده هز ثقتنا في نفسنا. لكن لو انا واثق في نفسي
نفسي وعارف قدراتي وامكانياتي ومتاكد ان ربنا سخر لي كل شيء، وربنا يقول لشيء كن فيكون، وخزائن الله ملأ لا تنفذ. يعني كل ده هيخلينا نستعيد الثقه في نفسنا ونقول لا، انا عارف ان هدفي اللي هحطه هيتحقق ان شاء الله. بعد كده هنتكلم على التشتيت وعدم التركيز على الناس. انسى الناس، انفصل عنهم على قد ما اقدر، ده في لان ناس ما مصاصي الطاقه. بالظبط. ايه ما هو اصل بيضايقني، اصل انا ببقى مش عايز بقى ان يفضلوا يغلبوني ومثلا حد يفضل يتكلم كتير او بيزعلوني هم اللي بينرفزوني مش عارف ايه. تمام. فعلا يعني سايب كل حاجه من جواه ورميها على الناس كلها. ما هو مع الاسف معلش احنا عندنا حته الشماعات شويه. آه. يعني ان احنا بنحاول نقول طبعا غصب عننا، هو مش مقصود، لان احنا اتعودنا ان كل حاجه اسبابها ماديه. أيوة. مش من جوه، مش من الداخل. احنا تعلقنا بالماده وانفصلنا عن الروح شويه. لا، هو الحقيقه مش كده. كل الحاجه اللي حوالينا، كل الاشخاص، كل الاحداث، كلها سببها الداخل. الكون كله مرايه للي جوانا. احنا جوانا شكله ايه؟ لازم نشتغل على نفسنا، لازم نركز مع نفسنا، لازم نشوف انا مستحق للهدف ده، انا فعلا حاسس ان انا بستحقه، ولا انا عندي تذبذب وقلقان حاسس ان انا اقل منه، يا ترى هيتحقق؟ ده برضو تذبذب في اليقين. طب ما في ناس ممكن تقولك ما انا جوايا طيب وبحب الخير لكل الناس، بس بتصدم، الناس بتصدمني، الناس بتزعلني، الناس ما بتدينيش حقي برضه. اصل ما هو ده برضو احنا هنرجع لموضوعنا. انا تعلق بالاخر، انا مركز بره. اولا احنا لما بنعمل الخير ما بنعملهوش للناس. احنا المفروض ما بننتظرش الخير من، يعني مشكلتنا ان احنا انا عملت لحضرتك حاجه كويسه، انا عايزاكي حضرتك اللي تعمليها لي. لا، غلط. لان سبحان الله لما بتعمل خير بيجي لك من اي طريق تاني. بالظبط. مش شرط نفس الشخص يرد لك الخير. هو طلع ربنا اللي بيرد الخير مش البشر. ربنا مش البشر. بيردوا بقى عن اي طريق، يسد عنك اذى كان جاي دي. لا، انت ما تعرفش اصلا ايه اللي كان مستخبي ليك. صحيح. وخاصه ان احنا مشكلتنا ان احنا مستنيين الناس هي اللي تردنا. يعني عايزه حضرتك اللي تجيلي، ما ينفعش. افرض هو مثلا اخطا في حقي، هو ليه عقابه عند ربنا. هو ما اخطاش في حقي، هو اخطا في حق نفسه. لان هو مش عندي، هو اللي هيتحاسب مش انا اللي هتحاسب. بالظبط. فلما بنكون رابطين حاجات تحصل لنا في الحياه او مصيرنا بالناس، خلاص يبقى خليه بقى على طول، هنفضل طول عمرنا رابطين ومربوطين بالناس. ما هو عشان كده احنا بنقول حياتك نتاج افكارك. شوف فكرك شكله ايه. ناس كتير بتحب تروح للعرافين وتروح تقرا الابراج. مش محتاجين ده كله. تعالوا كل واحد فينا يقعد مع نفسه ويطلع افكاره كده في ورقه ويشوف هيقرا المستقبل شكله ايه. قناعاته هي اللي بتبني بعد كده البرمجيات بتاعته، الحاجات اللي مقتنع بيها. فعلا. هو مجرد ان هو يقعد يطلع افكاره كده هيعرف بكره شكله ايه. الموضوع مش موضوع ان انا اركز مع الاخر، اركز بره بيحصل ايه. النية بقى ومدى قوتها وبتفرق في قد ايه ان هدفي يتحقق ازاي؟ النية دي موضوع كبير جدا. واحنا عشان كده انت معانا النهارده بقى تقولي لنا النية دي حاجة كبيرة جدا جدا. النية دي بالظبط بوابة. بوابة للانطلاق وللعبور يعني نحو أي حاجة أنت عايزاها في الدنيا. عشان كده نلاقي يعني العبادات عندنا ارتبطت بالنية. صحيح. احنا لازم في العبادة نقول نبدأ بنية، صلاة بالنية، حتى لو جوايا، حتى لو في القلب محلها القلب يعني. بس المهم النية. حتى أوقات مثلا نلاقي الناس فقدت شوية التركيز في الصلاة. ليه بننسى النية؟ ليه؟ النية دي بالظبط اتصال روحي بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى. اول ما بنبدا في النيه يبدا الاتصال، يبدا اللي هو العملي اللي احنا بنعمله يتفعل. نحس بالهدوء ونحس بالخشوع وكده. مشكلتنا ان احنا بقى يعني توارثنا عبر الاجيال ان النيه خاصه بالعبادات، لكن الحقيقه مش كده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ما تحددش هنا اعمال دينيه، لا، اي عمل. عشان كده الصحابه ما شاء الله عليهم كانوا عرفوا السر ده، وكانوا بيعملوا العمل الواحد بعده نوايا. لان عارفين قوه النيه وتاثيرها. النيه فعلا بتفتح ابواب كبيره جدا. بتفتح طاقات نورانيه، بتفتح طاقات تجلي لك كل اللي انت عايزه، يعني كل اللي عايزاه. يعني مش اعمل العمل وخلاص، لا، وانا بعمله المفروض نيتي يعني ادعم جواها مثلا نيتي خير في هذا العمل، نيتي ان الوفره تنتشر مش بس ليا للغير. بس هو في لما اجي اختار اي هدف لازم احط نيتين، نيه خاصه ونيه عامه. زي ما بيقولوا منفعه خاصه ومنفعه عامه. مهم جدا ان انا احط ده. لما بحط ده فعلا بفتح يعني طاقات غير عاديه. بيحصل بينا اتصال. اولا الاهداف بتتحقق ازاي؟ بتتحقق عن طريق احداث
في الحياه، ايوه بتتحقق عن طريق في اشخاص بيتواجدوا في حياتنا بيساعدونا، صحيح. ربنا اللي بيسخرهم. ايوه لما انا بنوي النيه ببدا اطلق ذبذبات فيها قوه، اللي بيحصل ان كل الاشخاص والاحداث بتبقى لخدمتي وتبقى لخدمه هدفي. طيب يعني مثلا تبقى نيتي ان انا اساعد الاخرين، ولا نيتي يا رب سخر لي كل حاجه تساعدني؟ لا، انا عندي ثقه ان ربنا هيسخر لي كل حاجه كده تساعدني. كده اصلا انا نيتي ايه في الهدف اللي انا عايزه. مثلا انا عايز الوفره الماليه، اه عايز يبقى التحق بوظيفه، نيتي ايه؟ نيتي ان انا انشر علم معين، نيتي ان انا يبقى حاجه بقى خاصه بيا، ان انا مثلا احقق كارير معين ليا، وفي نفس تحقيق الوقت اساعد الذات الناس كلها، احقق ذاتي اه في نفس الوقت اساعد الناس كلها. يبقى يعني طول في الوقت بفعل الاثنين. الاثنين. ايه الفايده اللي هتعود عليا، وايه الفايده اللي هتعود على كل المجتمع؟ بالظبط. دي اسمها تبادل طاقي. انا تبادل كده طاقي. تبادل طاقي بيني وبين الناس اللي حواليا. انا لما بعمل كده بشبك في طاقه الناس كلها. يعني ايه بقى؟ يعني طبعا، هو لان هو ممكن احنا حد طبعا يبقى سامعنا دلوقتي يقول مظبوط. بشبك في ايه طيب وليه. خلينا احنا طبعا مرجعنا القران الكريم. طبعا. طبعا كل الاديان السماويه فيها كل طبعا. المعاني دي، بس طبعا. يعني في القران الكريم ربنا قال لنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا قال لنا اللي هو فيما معناه. طيب لا مش فيما معناه، معلش انا آه. ربنا قال سبحانه وتعالى فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. ايوه صدق الله العظيم. صدق على الله. سيدنا ادم ربنا سواه وبعدين نفخ فيه من روحه. تمام. وبعدين في الايه الثانيه قال لنا وهو الذي خلقكم من نفس واحده، اللي هي بالظبط. سيدنا ادم. تمام. يعني احنا كلنا من نفس واحده، كلنا متصلين ببعض، كلنا متصلين بالخالق سبحانه وتعالى. ايوه عشان كده في كتاب كلنا نفخه من روح ربنا. كلنا نفخه من روح ربنا. بالظبط. وفي الاخر احنا كلنا متصلين ببعض. عشان كده ممكن تلاقي في حاجه اسمها التخاطر، ان احنا ممكن اصلا بالظبط. يبقى في بينا كونتاكت، واحده تحس ان ابنها تعبان، حد يحس ده حقيقي. بحاجه. كل ده احنا حد متصلين ببعض. بيتصل بالتاني فيقول له ده أنا لسه كنت بفكر هتصل فيك. بالظبط. فعلاً. ده اكبر مثل للقصه بس دي. هو الموضوع قل كتير لان احنا انفصلنا عن الروح شويه. انفصلنا عن الروح شويه. بس انت في بدايه الكلام عشان حد بس يكون بيربط، يقول انتوا نصحتوني في الاول انفصل عن الناس، ودلوقتي تفعيل نواياي او الهدف اللي انا عايزه ان انا ارجع اتصل طاقيا بكل حاجه حواليا. هو انا انفصل ولا اتصل؟ حلو. انفصل عن معتقداتهم اللي بتعوقني. الوعي الجمعي، الناس كلها بتقول مثلا ان لازم يبقى في البلد حالها يبقى كويس، ان لازم يبقى في واسطه، لازم يبقى في كذا. لا، انفصل عن الافكار المعتقدات. اقول دي معتقداتهم الى ان هم يغيروها. بالعكس يمكن اساعدهم ان هم يغيروا معتقداتهم. عشان خاطر يوصلوا لحاجه افضل، يحققوا اهدافهم. هو ده الانفصال. لكن الاتصال في الخير، اتصال في تبادل الطاقي، في قانون كوني اسمه قانون السريان. قانون السريان اخذ وعطاء عشان الدايره تكمل. التدفق يعني اللي المفروض يكون موجود في السريان كل موجود حاجه. في كل حاجه في حياتنا. اخذ والعطاء. دايما تلاقي مثلا الزوجه المضحيه تلاقيها في الاخر تقول انا ضحيت بكل حاجه وفي الاخر ما اخذت. ليه؟ لان هي ما فعلتش قانون السريان. هي بتدي بتدي بتدي، فانت عملتي بلوك للدايره بتاعتك. لازم قانون السريان تبقى اخذ وعطاء، الدنيا اخذ وعطاء. ايوه بالظبط. يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اعطي الاجير يعني حقه قبل ان يجف عرقه. سبحان الله يعني. فهي مهم جدا ان يبقى في تفعيل قانون السريان. بس طبعا ده مثال، لان هي الزوجه مش اجيره ولا حاجه، بس يعني المثال لا انا بتكلم على الحديث ان هو عامه لما يبقى في حتى حاجه وبين حد. على فكره الاجر مش معناه فلوس. ممكن تكون كلمه. بالظبط. كلمه كويسه يعني. في ود، في عشره، في رحمه، هي الاجر مش مشاركه. بالظبط. مفهوم. تمام. طيب ده عشان نفعل النيه بشكل كبير جدا. كمان ايه اللي ممكن يحصل لو الانسان كان مش محدد اهدافه طول الوقت؟ تمام. هو الانسان لو ما حددش اهدافه وما حددش نوايا ليه، مع الاسف هيبقى ضمن نوايا الاخرين. زي ما احنا قلنا احنا في اتصال بيننا وبين بعض كل حاجه. فطبعا بما ان عشان الهدف يتحقق او النيه تتحقق احنا بنبث ذبذبات. زي ما احنا بنقول عندنا قوه نيتنا ويقيننا، بنبث ذبذبات نجذب لينا احداث واشخاص تساعدنا في تحقيق اهدافنا. ده قانون الجذب بقى. طبعا قانون الجذب. طبعا لو الانسان مش محدد اهدافه هو هيبقى ضمن نوايا الاخرين.
هو هيخلي الاخرين يحققوا اهدافهم عن طريقه. كمان امتصاص الطاقه طبعا. مش غلط ان انا اساعد الاخر، بس زي ما قلنا التبادل الطاقي. ايوه. انا لو انا محدد اهدافي وحضرتك محدده اهدافك، احنا الاثنين هيبقى في بينا كونكت، هنقدر احنا الاثنين نحقق اهدافنا. تمام تمام. انما لو انا اللي مش محدد بقى، هم كلهم عمالين يحققوا اهدافهم وانا مكاني انا بساعده. انا وأنا- مش بعمل اي حاجه، انا قاعد بس بساعد الاخرين ان هم يحققوا اهدافهم. وفي برضو كتاب هايل جدا، يا ريت الساده المشاهدين فعلا يشوفوه يقروه، اسمه قوه النيه لواين داير. بالظبط. رائع، كتاب رائع جدا. انا قريته في المجال ده، كتاب قوي جدا، هيفرق كتير وهنفهم قوة العزيمة والنية. يعني هيستوعبوا الموضوع اكتر. دكتور واين داير. ده الكتاب ده اتباع منه 30 مليون نسخه. انا كنت من ضمن 30 مليون بلا فخر وانا يعني. كمان الحمد لله. الحمد لله. فلا قوه النيه دي حاجه مهمه جدا جدا، يعني ان احنا يعني وازاي نربطها باهدافنا وازاي نفرق بينها وبين رغباتنا. بس يعني ممكن يبقى الواحد يعني اطلع على معلومات كتير بهذا الخصوص وهكذا، ولكن يحصل له بعد كده برضو معوقات او خبطات في حياته، فيبتدي يقول طب هو انا ما كنتش مفعل ايه، ولا كان ايه اللي حاصل، ولا ايه اللي استجلب لي حاجه زي كده. هو انه مجرد يقرا ويقعد يركز مع نفسه ويهدى ويقول كده، دي حاجه جميله فعلا. لان بدايه حل اي مشكله او اي حاجه بتقابلني ان انا اقراها كويس. مجرد ان انا قريت وقلت هو ده اللي حصل لي ليه، ما قلتش اصل فلان اللي عمل فيا، ده شيء رائع. طبعا يعني درجه من الوعي، درجه من الوعي كويسه عميقه. مجرد اهدى كده. طبعا من ضمن الستبس اللي هنقولها في تحقيق الاهداف حاجه زي كده، ان احنا هنطلق سؤال، يا ترى ايه اللي حصل، وما فكرش ايه اللي حصل عشان الهدف ده ما يتجلاش في حياتي. يعني ايه وما فكرش؟ ما فكرش خالص. احنا عقلنا يعني الواعي يعني اسال السؤال بس واسكت وما اقعدش انا افكر في الاجابه. إيه؟ هتجيلي الاجابه على هيئه فكره، على هيئه اشخاص، على هيئه موقف، على هيئه محاضره مثلا اتفاجئت انها معديه من قدامي بتجاوب لي على سؤال، بتفتح لي وعي في النقطه دي. هو السؤال ده اسمه اصلا سؤال تحريكي. تحريكي. طب ما نقول الخطوات كلها عشان يبقى من ضمنها السؤال ده. تمام. هو عامه احنا بس في الاول قبل ما نقول الخطوات عندنا المهم قوي الناس تعرف الفرق بين النيه والرغبه. تمام. لان يعني الرغبه حاجه والهدف حاجه والنيه حاجه. 3 حاجات. طب نقول سريعا بس عشان سريعا وقت الفقره ما عادش طويل. الرغبه عندنا ان انا مثلا ممكن اقول لحضرتك دلوقتي انا نفسي اصحى الصبح الساعه 6. دي الرغبه. دي الرغبه. ممكن اجي اقول لك ايه، انا ناويه اصحى الصبح الساعه 6. دي نيه. حسيتي انها مين اللي هتتنفس فيهم؟ ان شاء الله النيه. يعني حتى قوه الكلمه صحيح. قويه جدا. بتقول الهدف بقى ممكن يكون انا نفسي اكون، او يعني هدفي في الحياه اكون نشيطه بشكل يومي. لا، الهدف شيء مادي. الهدف شيء مادي. انا عايزه مثلا اسافر، عايزه عربيه، عايزه فيلا، عايزه وظيفه. يعني هدف مادي. ده الهدف حاجه ماديه. تمام. اوقات احنا بنقول احنا عايزين اهداف. ده الجزء اللي هو الفئه الثانيه اللي هي بتحط اهدافها وما توصلهاش. هي حطت هدف مثلا تلتحق بوظيفه. تيجي في الاخر تتفاجئ انها ما التحقتش بوظيفه. ايوه. اساليها ايه النيه اللي ورا الهدف ده؟ نيتك ايه؟ حد يجي يقول اصل النوايا بتختلف. ممكن انا مثلا نيتي انا عندي وقت فراغ عايزه املاه. حد تاني لا، اصل انا الظروف الماديه عندي صعبه شويه، عايزه احسن دخلي. حد تالت يقول لا، انا عايزه اتعرف واعمل علاقات. فدي نيه. بنيجي في الاخر بنركز على الهدف وننسى ان النيه اتحققت. النيه لازم تتحقق. النية الداخلية هتكون ممكن الاقي نفسي في محيط مع ناس تانيين وكده، بس مش شرط الوظيفه نفسها هي مش شرط الوظيفه اللي تحققه لي. انا ممكن ببساطه جدا الاقي، فلازم اركز في النيه انها تكون مربوطه قوي بالهدف. وانا بكتب الهدف اربط الاثنين ببعض. طب نقول سريعا بقى الخطوات لحسن الوقت. اول حاجه مهم جدا ان انا اجيب قلم احمر وورقه. قلم احمر. لان العقل الباطن بيستوعب الالوان الزاهيه. فالقلم الاحمر عشان خاطر يساعدنا وينشط العقل الباطن اكتر واسرع. تمام. تاني حاجه هنجيب الجوانب الاتزان في حياتنا. جوانب الاتزان في حياتنا اللي هي نجيب كل جوانب، ما نركزش على جانب واحد. عندنا جوانب الاتزان سريعا كده، جانب روحي، جانب مادي، جانب اسري، جانب صحي، جانب ترفيهي ما حدش ينساه لان ده مهم جدا، جانب الثقافي والعلمي. اجيب كل الجوانب دي واحس اشوف ايه اللي عندي تقصير فيه، ايه اللي فيه قصور فيه، وابدا احط اهداف في كل جانب اكتبهم. تمام. وما كبرش الموضوع عليا. يعني انا لو لقيت كل جانب فيه 3 اهداف ابدا هدف بالظبط، وابدا بالاهداف السهله. عقلي الواعي، عقلي اللاواعي بالقلم الاحمر. اكتبها بالقلم الاحمر. تمام. كل الجوانب الاتزان دي كتبتهم. تمام. الصيغه بتاعه الكتابه، الصيغه تكون مضارع.
ايوه لازم يكون انا انا انوي الحصول، انا في طريق للحصول على كذا، بالظبط انا في طريق للوصول لكذا، انوي بقدره الله ان اصل الى كذا. بالظبط. مضارع. تاني حاجه لازم الكلمات تكون ايجابيه، مم. واقول الحاجه اللي انا عايزاها مش اللي انا مش عايزاها. في البعض يقول ايه، انا عايزه اتخلص من الديون. اه انت كده ركزت على الديون. ما اه تركز عليه ينتشر في محيطك، هيزيد. هيزيد الديون. كل شيء ساكن الى ان تركز عليه، ياه. حاجه تبدا تتحرك في طريقك. انا هقول ايه، انا انوي تحقيق الوفره الماليه، وطبيعي اللي لو هيحقق الوفره الماليه هيسدد ديونه، يعني طبيعي يعني. بالظبط. يعني مثلا حد بيغضب كتير وبيتنرفز كتير، لو أنا عايزة لو أبطل قال الغضب. نبطل غضب، الغضب هيزيد طبعا. انما لو قال انا عايز دايما في هدوء. حياتي الهدوء والسكينه والسلام الداخلي يوصل لده. يبقى مباشر. لازم يبقى مباشر على الحاجه مثلا اللي عايز يخس، اللي عايزه تخس تقول لا انا عايزه اخس، لا انا عايزه اوصل لوزن مثالي، مثال. عايزه اوصل لجسم رشيق، ابقى محدده. اركز على اللي انا عايزاه. بالظبط بالظبط. بالظبط. بعد كده عندنا معادله الجذب. مم. معادله الجذب او معادله تحقيق الهدف دي أيوة. معادله بسيطه بس مهمه جدا. مهم ان احنا نعرف محتاجين 7% سعي بلس قوه النيه بتاعتي بتديني في الاخر نتيجه تجلي الهدف. لو انا عندي 50% سعي والنيه عندي مذبذبه مش هيتجلى الهدف. برغم كل لازم السعي ده. برغم كل السعي، برغم كل الظروف المحيطه اللي بتقول لي ان انت ان شاء الله هتوصل لهدفك. بالظبط. بس انت عندك تذبذب في النيه ومش واثق وقلقان ومركز ومش قوي مع شايف الخارج. نفسي في الحاجه دي، يعني مش شايفني محطوط فيها، فده هو برضه حاسس ان الهدف كبير كبير عليه كبير مثلاً. عليا، ما عنديش استحقاق ليه. حاسس يعني مهم جدا ان حتى في ناس او حتى مش شايفني، لان ممكن اكون انا فعلا طاقيا مش متظبط مع المكان ده مثلا، حاسس ان انا لما هروح المكان ده مش هبقى كفء ليه، مش قده. لا مش شرط مش قده، مش هبقى حابب الدنيا دي مثلا، بس حاطط الهدف عشان لازم يتحقق، عشان ما انا زعلان انه حصل لفلان وفلان وفلان، بس انا فعلا مش نفسي فيه ولا هو حاجه. مش هدف مثلاً. حقيقي ده. ده كده ده مجال، ده حته انا تانية. متوه نفسي. ده اصلا مش هدفي. ايوه انا ده بعمله عشان اثبت حاجه لحد مثلا، بس ده مش هدف خاص. بالظبط. احنا كمان احنا هنا يمكن محددين في الهدف الخاص ده كمان موضوع كبير، ان في اهداف كتير ما بتبقاش اهداف حقيقيه. ده هو المواضيع فعلا كتيره ولازم تجي لنا تاني هديه ان شاء الله عشان نتكلم بتفاصيل اكتر. كان نفسنا وقت الفقره يطول عن كده، بس ان شاء الله دايما منورانا باذن الله الاستاذه هديه محمود، استشاريه ومدربه التنميه البشريه والباحث في علوم الطاقه. نورتينا النهارده. ميرسي ليكي جدا. ميرسي مشاهدينا. ودلوقتي هنرجع تاني للشيف نوره ونشوف معاها في مطبخ ستايل الممبار السواريه لما خلص والكيك الخوخ بالكراميل. خليكم معانا. عملنا النهارده الممبار السواريه ووريناكم ازاي بيتعمل ويتربط. انا كنت بس عايزه اوريكم حاجه وهو مسلوق. ممكن؟ اتفضلي. طبعا. ده انا حتى لما شفته وهو مسلوق قلت لك كان يا ريت نشوفه. وهو مسلوق شكله قدام بيبقى الكاميرا بالشكل ده. كده وهو مسلوق كور صغننه، كور صغيره. بعد كده فعلا زي ما انت قلتي الرز لما بيستوي بينفخه خالص. طبعا بياخد الشكل بقى اللي انت عاملاه عليه. بالظبط. بعد كده حمرناه وهو متربط عادي، وبعد ما بنحمره بنفكه بقى من الرباط. عملت حطيته كده، ممكن نحطه بالشكل ده. البرزنتيشن ممكن نعمله زي ما احنا عاوزين. الله. ممكن في ورق الكب كيك الصغير بالشكل ده، او يتقدم بالمنظر ده. شكله ظريف جدا على فكره في الحفلات، في اعياد الميلاد، في السواريهات. ده بالنسبه للممبار. فكره جديده لذيذه فعلا. لذيذه جدا فعلا. دي كيكه الخوخ بتاعتي اللي احنا عملناها، جرنشناها، حطينا عليها كريم شانتيه وقطع من الخوخ اللي هي المكون الاساسي بتاع الكيك، وحطينا عليها برضو فستق مجروش وزيناها داير ما يدور بالكراميل. تسلم اتمنى إيديك. يا رب تكون الوصفات النهارده تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه وتسلم ايديكي. كل اطباقك دايما مميزه معانا شيف نوره، وبتكون في منتهى الجمال والقيمه الغذائيه كمان العاليه. مشاهدينا احنا بنشكر حضراتكم. دي كانت حلقتنا النهارده في لايف ستايل، بنتمنى كلها تكون نالت اعجاب حضراتكم. مستنيينكم الاسبوع الجاي، وكمان حلقه بتكون زي ما بنوعدكم دايما كمان اكثر تميزا. الى اللقاء.